خلصنا وقراراتنا خلصت، ولكن لسه يومنا فيه باقي. معانا دلوقتي دكتور أبانوب مريم هيكلمنا شوية عن فترة الامتياز، الفترة اللي هي بتكون جديدة وبداية جديدة جدا لحياة أي خريج طبعا. نستقبله بحرارة. مساء الخير. هو نقول بس ماريو ده مش بابا، يعني انا ابو سعيد ماريو. يعني انا اللي حابب ابقى اعرفه بعد كده ايه الموضوع ده. المهم انا للامانه انا كنت بحلم اول اليوم اللي هخلص فيه امتحانات، اللي هو هيكون اخر يوم ليا كامتحانات. انا فاكر اليوم ده لغايه دلوقتي، ما اعتقدش ان هو هيتمسح من ذاكرتي. كان 11 سبتمبر 2024، فاعتقد هو في ذاكرتهم هيفضل محفور زمن يعني. الحقيقه هو كان مشوار صعب، كان مشوار في حاجات كتيرة صعبة. أنا فاكر كتير قوي كان بين المديول والمديول، أو اللي هو بيبقى زي ترم صغير واللي بعده كان بيبقى جمعة وسبت أجازة، وكانوا بينزلوا لي يوم السبت، فكان تقريبا 24 ساعة كانت بتبقى قليلة برضه. والمهم فحاليا اتحشرنا في فجوة زمنية اسمها الامتياز. ربنا يعدينا منها على خير. شايفين الحالة دي راجل 90 سنة عنده كل الموبيلتيز دي، شايفين إن هي حالة بوكس وصعب يعني الراجل يرجع ارست اوريدي، يعني الراجل ارست 30 ساعه 30 دقيقه، يعني هو حصل برين دامج ولا بجد لحضراتكم ولتعبكم معانا دايما، ربنا يعوضكم كل خير ويبارك في تعبكم دايما. شكرا خالص. وقبل ما نختم يومنا الجميل اللي اتبسطنا فيه جدا بيكم ومعاكم، عندنا فقره مميزه. واستجيب